السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في حلقه مسلسلكم شيق ورائع، مسلسل قلب الاسود. حلقه زوينه بزاف. كيف كتشوفوا غادي نشوفوا كاملين مجموعين في الطبله، والاب كيسول ولده كيقول ليه علاش مشيتي وعلاش درتي المحامي على قبل هذاك نوح. غادي يقول لي حيت بابا عاونته، حيت هو اللي نقد لك مرتك من العافيه، ولكن هو كان عارف باللي ولده كيبغي مالك هنايا غادي تشوفهم. ديك ناريمان باللي كيبغيو بضياتهم هي وهذاك جيهان، وغادي تمشي عندها، غادي يوليو صحابات. صراحه غادي تكون واحد الحلقه اللي زوينه بزاف. كنتمنى منكم ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم واشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. الله يرحمكم ويدين يخليكم صحيحتكم. كنتمنى تعجبكم هذه الحلقه. كما كتشوفوا كاين غير الحب والرومانسيه، كلشي كيحمق للاخر. انا كنشوفوا مسكين نوح اللي باقي في السجن وكيفكر في ناريمان ملي جيت عنده لتمايا. المهم ترتيب الاحداث لما نطول عليكم. ومالك في البدايه ديال الحلقه ديالنا كانت جالسه الهدايه مع الابنه ديالها فوتون، اللي قالت ليها فوتون بغيت ندير المحامي على قبل ولدي. قالت ليه هذاك الولد راه ما كيستاهلكش، راه غير كيضحكوا عليك. المهم بدات كتعمر ليها تاني راسها، غادي تنوض غادي تمشي وغادي تخليها. انا جالسه قال ديك الحقيره ديال الهدايه غادي تقول باللي هاد الدري ما خاصوش يخرج من تما. غادي تجي عنده مسكينه مالك اللي هي كتسحب ليها باللي بصح نيت كتبغيهم هذيك الجده الحقيره. المهم البنت ما حملتهاش ما قبلتهاش. قالت ليها جدتي راه عرفتي شنو قال لنا، بدات كتعاود ليها مسكينه. هنايا غادي تجي عندهم حنان، غادي تجيب ليها اتاي وغادي تشوف داك الخاتم اللي في يديها. غتقول لها بصح لا شرتي هذاك الخاتم؟ قالت لها لا قديم. قالت لها لا لا ماشي قديم. وهنا غادي طيح الشكل الملك. هنايا غادي نشوفوا طبيعة الحال هذيك حكمة اللي غادي تمشي عند تحسين اللي غادي تقول ويلي عيقت بزاف. جيت عاوتاني عند هذا وليت كاع من الاولى. الشيفور ديالو غادي يقول ليه صراحه هذيك السيده الله يعمرها هضرك الله يجمعكم بجوج بكم. قال لها اسكت وديها في سوق راسك. انا كنشوف البنات جيهان اللي كان جا عنده هذاك الولد الزعدان غادي يقول ليه خويا. غادي يقول اش كدير؟ قال لي صراحه الكاميرا ديك زوينه بزاف. قال لي برافو. قال لي خويا كي متى غادي يخرج نوح؟ قال لي غادي يخرج، انا درت له محامي زوين. وهنا غنشوفوهم كاملين مجموعين. انا غادي نشوف سعد عفوا هذيك نريمان مع مسعود اللي غادي يقول ليها باللي خويا جيهان راه دار المحامي. خويا نوح راه غادي يخرج، راه قالك باري راه دار لي المحامي مزيان. قالت لي شكرا لك بزاف. وغادي نشوفوا هنايا فوتون اللي قالت لبنتها، قالت ليها راه غادي نمشي عند عيد الميلاد ديال صاحبتي. قالت ليها سيري. ولكن حكمت ما عطيتش عجبها الحال. قالت لها باقي ما سالتيش العقوبه ديك. بدات كتضر معاهم وكيتخاصموا. وغادي تقول ليها سيره بنتي وغادي تصيفطها هنا يفوتون. وبداو كيتضاربوا. هنا غادي يجي عنده حسين عند صامت. غادي يقول ليه هذاك النوح راه دخل الحبس. قال ليه ماشي شغلك، واش يلاه غادي تجي تقولها ليا حيت هو في راسو. وغادي نشوفوا غادي تخرج بنتهم من الدار. فوتون بدات تقول لبنتها غير سيري وبدات كتخاصم مع هذيك حكمات. ولكن صمت غادي يجي غادي يقول لي مالكم؟ قال لي ديما كنسمع الصدى ديالكم. وهنايا غادي يقول لي حسين لفوتون واش نتبعها؟ قالت لي وانت ماك سوق؟ قلتها لك شغلك تبع لي بنتي. وهنا بداو كيضربوا. فوتون غادي تعصبها بزاف هذيك حكمت وغتهز واحد الكاس غادي تصيفط ليها. وبداو كيتضاربوا. وهنايا صمت غادي يقول لهم صراحه عييت منكم. قالت لي اش من عييتي مني؟ هاد البنت درتي ليها العقوبه علاش مشات لعيد الميلاد؟ بدات كدافع عليها فوتون بواحد الطريقه اللي خيب اللي زعما بزاف. وهنايا شافت كلشي مالك بقى فيها الحل حيت الام ديالهم ما كدافعش عليهم، يعني ما عمرها دارت شي ردة الفعل على قبلهم. هنايا صامت غادي يبدا كيتلف فوتون وحتى في الاخت ديالو. غادي نشوفوا فوتون غادي تشوف مالك غادي تتبعها. غادي تقول لها مالك غادي تقول له انت مالك شنو بغيتي؟ قالت ليها شتك اش كيفاش كتعاملي مع ولادك؟ هما هذوك هما ولادك، حنا ما عمرك درتي شي حاجه على قبلنا. وفوتون بطبيعه الحال غادي تدمع عينيها. وغادي تمشي عند صماد ملي قال لي عافاك فوتو علاش كديري بحال هكا؟ قالت لي هاد اختك اخويا راه حقيره، راه اش درت ليا؟ تحكمت لي خلات لي حتى في التربيه ديال ولادي. قال لي شتي كل ما انا محتاج ليها وغادي يمشيو لينا املاك ديالنا وكلشي. كنت جريت عليها شحال هذه هي وبنتها ولكن حنا محتاجين ليها. قالت لي واش ديما دابا حنا خصنا نديروا لها الخاطر نديروا داكشي اللي كتبغي؟ قال لي حيت على قبلها لا قبل حنا محتاجين ليها بزاف. قالت لي صراحه انا عييت. قال لي عرفتي ولدك شنو دار اليوم؟ قالت لي شكون هو فيهم؟ سعد. قال لي لا الاخر جيهان. قال لي راه عيطت ليه مالك وهذاك النوح راه دخل الحبس. زيد كاع ما سولت فيه. شوفي جد المجرم لداري. قالت لي لا ماشي مجرم، اكيد كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. قال لي عرفتي جيهان راه كيبغي مالك. قالت لي شكون قالها لك؟ قال لي خصنا نجوجو بناريمان دغيا. قلت لي كيفاش؟ قال لي هذه. قلت لي لا لا هادشي ما كاينش غير بغى يعاونها وصافي. قالت لي قال لي كنتمنى يكون هادشي بصح.
من بعد غادي يمشي عند الاخت ديالو، قال لها اختي عافاك ما تبقاش تعصبي، ديري خاطرك كلشي راكي عارفه حنا محتاجين لنريمان وجيهان باش يتزوجوا، راه السيد خرب يموت، ما خصناش نضربوا هنايا ونديروا زوينه. وقالت لي واش بصح يا خويا راه عصبوني بزاف، قال لي عافاك تهدني. من بعد كنشوفوا فوتون اللي غادي تمشي عند مالك، قالت لها مالك، قالت لها شنو بغيتي عندي، ولدك دخل السجن ولكن ما تسوقليش لينا، غير سمعتي بنتك مضربه شويه في يديها وجيتي كتجري موراها، واش انت ما كنبقاوش فيك، واش حنايا ماشي ما عندناش الام، صافي بعدي مني. وغادي تمشي وغادي تخليها هنا، غيكونوا مجموعين كاملين، وهنايا غادي يجي جيهان غادي يقول لهم السلام، غادي يقول لي الاب ديالي جيتي فين مشيتي، قال لي صراحه كنت في الكوميساريه مع البوليس مع نوح، قال لي هو داك المجرم هو اللي قتل وانت مشيتي كدافع عليه، منين متى حنا كنديروا المحاميين الخدم اللي عندنا، قال لي بابا انا ما درتش المحامي لانه حيت هو خدام عندنا، لا حيت هو نقد لك مرتك نسيتي ما خلاهاش تموت. ومن بعد قالت ليه هدايا الله يهديكم، قال لها شوف راه نوح ماشي مجرم، راه واحد السيد كان سايق الطوموبيل ديالو، ولكن الحمد لله هو غادي يخرج، المحامي ديال صاحبي راه غادي يخرجه من تم. يعني طبيعة الحال ناريمان غادي يعجبها الحال وغادي تبقى تشوف فيه، وكلشي جالس حتى فوتون عجبها الحال بزاف. غادي يبدا يشوف فيه، غادي يقول ليه حيت انا كنعاونو حيت هو من الناس اللي ينقدوا لينا زعما مرتك، قال لي الحمد لله ولكن غادي يخرج حيت هو بريء. وهنايا سمعات هدايا ديك الهضره ما عجبهاش الحال، وحتى سمير قال لي مزيان ملي كان بحال ما كان مزيان ماشي مشكل، وبداو كيهضروا على العرس هنايا. هذيك هدايا غادي تقول لي هادشي ما عجبنيش، وغادي تمشي عند حسين، قالت لي للاسف غادي يخرج، خاصنا نعطلوا شويه القضيه. قال لي شنو خاصنا نديرو، المهم هنا غادي نشوفوا هذاك جيهان مع ملك اللي قال ليها الحمد لله خوك غادي يخرج، راه لقينا المجرم اللي ضرب هذاك بالسياره ديال خوك، راه ماشي خوك. قالت لي الحمد لله وقالت لي شكرا بزاف، وهو غادي يحاول باش يتقرب منها. فاش غادي يحاول يتقرب منها هنايا غادي تشوفهم ناريمان وغادي تفرح بزاف، حيت عرفات باللي جيهان وملاك كيبغيو عطياتهم من بعد ما تقرب منها نوح. وهنا فاش غادي يكون داكشي المهم ملك تشوف في جيهان كيشوف في ملك، يعني كلشي مزيان. امينه كانت كطيب وغادي تجي عندها هذيك نريمان وغادي تبقى تشوف فيهم، وغادي تقول ليها السيده اسماء راه داخله في الحب ما مسوقاش لهاد العالم. هنايا البنات غادي نشوفوا هذاك الوليد الصغيور اللي كان حسين كيعاود لهم، قال لهم هاد الناس حقيرين بزاف، ولكن طبيعه الحال سعد هذاك مسعود ما غاديش يعجبو الحال، هذاك الولد الصغيور حيت بدا كيخاصموا عليهم. وامينه قالت لهم يا لطيف شحال قلبكم قاسح وانتم شحال خايبين، زعما فيكم الحقد والكراهيه. هنايا غادي نشوفوهم خرجوا من تم. غادي نشوفوا البنات في هذيك نريمان مشات عند مالك، دات عندها شويه ديال المكسرات وقالت لها جيت باش نجلسوا انا وياك نتوانسوا شويه، قالت لها مرحبا بك. وغادي يجلسوا هنايا نريمان عجبها الحال حيت عرفت بلي جيهان وملك كيبغيو عطياتهم. غادي تجلس غادي تقول لها جيت مع اول مره غادي نجلس انا وياك ونتعاودوا شويه، قالت لي قالت لها مرحبا بك، قالت لها صراحه بقات بلاصه نوح، قالت لها بزاف بزاف اختي، قالت لها تكوني توحشتي، قالت لي قالت لها ان شاء الله غادي يخرج ما تخافيش انا متاكده. وهنايا كان جيهان كيشوف الصوره ديال ملاك. وصلت معكم لنهايه ديال الحلقه، شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى خطيكم، السلام عليكم، خليتكم في امان الله وحفظه.